انا اللي اعرفه ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب دفع $750 بس في 2016. ده معناه اللي عمل له الضرايب كان شخص عبقري. انا معظم حياتي بتتدمر بسبب الضرايب اللي موجوده في امريكا، وعلشان كده انا موجود النهارده في لوس انجلوس كاليفورنيا علشان بس اجي عند استاذ صفوان. تسمح لي اخد جوله في البيزنس عندك؟ اتفضل. دلوقتي لو عندنا صاحب بيزنس دخله ما شاء الله عالي قوي، هل في وسيله من الوسائل تقلل له الضرايب عليه؟ هلا اكيد في منافع كثيره، لذلك اللي بنسمعه على السوشيال ميديا واللي بنسمعه انه معظم اصحاب رؤوس الاموال والاغنياء الموجودين بامريكا ما بيدفعوا ضرائب كثير. ليش؟ لانه عم يستفيدوا من النظام الضريبي ومنافعه. في اشياء كثيره ممكن انه يستفيدوا منها وممكن يكونوا جاهلينها. ايه اغرب حاجه العرب بيعملوها في الضرايب؟ هلا معظم اصحاب الافراد، بخصوص الافراد اللي بيكون عندهم دخل عالي، بيروح بيسجل شركه وبصير بحط عليها مصاريف هي ما لها علاقه ولا باي بزنس لحتى يخفض الدخل تبعه ويدفع ضرائب اقل، وهذا مو صح وانا ما بنصح فيه ابدا، لانه الاي ار اس حيجي يعمل عليه اوديت، حيفوت بمشاكل هو غنى عنها. طب دلوقتي الناس اللي هي ما شاء الله عملت دخل عالي وبعد كده راحوا قال لك انا هعمل افلاس في البنك، ده حله بيبقى عامل ازاي؟ عمل دخل عالي وبده يفيل مشان ما يدفع ضرائب بانكربسي، البانكربسي ما بيفيده، لانه البانكربسي بس بيوقف 7 سنين، وبعد 7 سنين حيرجعوا يطالبوه. ديون الحكومه ما بتموت. يعني بعد 7 سنين هيرجعوا برضو يطالبوه بالفلوس، وهيطالبوه على فلوس ال7 سنين كلها؟ لا، ال7 سنين مثلا كان عليه دين 100,000، فيا البانكربسي بيقوم بيعملوا عليهم هولد 7 سنين، وبعد 7 سنين بيرجعوا بيطالبوه المبلغ من جديد. يعني هيروح يمين هيروح شمال مش هيعرف يهرب. بده يدفع. طب السؤال دلوقتي، انتوا بالظبط ايه الخدمات اللي بتقدموها هنا؟ هلا نحن الخدمات اللي بنقدمها الافراد اللي هن تراكمت عليهم ديون من دائرة الضرائب وما عاد عندهم إمكانية، صار عندهم هاردشيب وما عاد قدروا يدفعوا، فهدول في ديفرنت بروجرام عند الاي ار اس بقدر بيساعدهم. نحن ويونا يعني ريبريزنت وبنقدر بنساعدهم فيها. وكمان ما شاء الله بتشتغل على مدار ال50 ولايه، يعني اي حد عنده مشاكل في اي ولايه من ولايات امريكا يقدر يتواصل على رقم. نحن عندنا ال 877 800 8180 وهيقدر يوصل لك ازاي؟ موجود. انا دائما كل يوم بنفتح من 6 الصبح بتوقيت كاليفورنيا لل6 المساء بتوقيت كاليفورنيا، ومتواجد انا يوميا. وهم دول بقى يا جماعه فخر العرب اللي احنا بندور عليهم. استاذ صفوان شرفت جدا شكرا بيك حبيبي، شرفت. الله يخليك. شرفت حبيبي.